الطب مهنة شريفة، بس في بعض الدكاترة عشان بس ما نعممش المهنة هم في الحقيقة ذئاب بشرية متخفيين في مهنة الطب. والقصة اللي معانا النهاردة هي قصة دكتور للأسف ذئب بشري، ومعانا كمان الضحية أو نقدر نقول بطلة قصتنا اللي اسمها كانديس فولي، اللي قدرت إنها تكشف حقيقة ذئب اتنكر في صورة دكتور وخان شرف مهنته وخدع ضحاياه اللي هم مرضى. فخليكم معايا وهتعرفوا كل حاجة عن القصة. بس قبل ما نبدأ الحكاية ممكن ننزل تحت نعمل اللايك ونشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عندي عشان تنتشر الحكاية ونقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان من كل انحاء العالم العربي. ونبدا قصتنا عشان نعرف هو مين. هو الدكتور جون سيكني برجر، اتولد سنه 1961 في مدينه زامبيا الافريقيه، ودرس الطب في جنوب افريقيا. وفي سنه 1987 اتنقل عشان يعيش في كندا، وفعلا استقر وعاش في مدينه كيب لينج، واشتغل في مركز طبي، واتجوز من واحده اسمها ليزا ديل مان كندية، وهي أم البنت وولد من جواز تاني، وخلف منها جون طفلين، وقدر إنه ياخد الجنسية الكندية سنة 1993. وكان محبوب من سكان مدينته جدا، وكان معروف عنه إنه متعاون معاهم وأخلاقه عالية. وفي يوم الحادثة اللي حصلت كانت ليلة عيد القديسين سنة 1992. حصلت القصة اللي هنتكلم عنها. كان في بنت اسمها كانديس فولي، كان عندها 23 سنة، بتشتغل في محطة بنزين. حست بشوية تعب ودوار ودوخة كده، فاتصلت بصديقها اللي خدها لعيادة الدكتور جون سيكني برجر. دخلت كانديز لعيادة الدكتور جون عشان تعمل شوية فحوصات طبية، وما كانتش تعرف المسكينة انها دخلت لشبكة العنكبوت، وانها مع مجرم بيتستر في لبس الطب. ودخلت أوضة الكشف، راح مقعدها على السرير، وبعد ما فحصها وقاس ضغط الدم قال لها ان عندها الضغط عالي شويه بسبب الارهاق والتوتر، وراح مديها حقنه مهدئه في دراعها. وبعد دقايق حست كانديز المسكينه بدوخه شديده، وما كانتش قادره تتحرك، بس حاسه بكل حاجه لكن مشلوله مش قادره تتحرك. واتصدمت لما شافت الدكتور جون وهو بيقرب منها وبيخلعها كل هدومها وبيغتصبها. هي حست بكل اللي بيحصل لكن مش قادرة انها تتحرك او تقاومه، وهو بيعتدي عليها. وبعد ما خلص جريمته ولما رجع لها وعيها سألها ان كانت شافت كوابيس، وعرفها ان ده بسبب تأثير الحقنة المخدرة. واتظاهرت كانديز انها مصدقة كلامه عشان ما يعملش حاجة فيها او يأذيها، لكن هي عارفة انها اتعرضت للاغتصاب. وخرجت كانديز من العيادة مخضوضة جدا، حاسة ان الدنيا كلها بتلف بيها وألم في كل حتة في جسمها. رجعت لبيتها وحطت ملابسها الداخلية في كيس، وراحت لاسم الشرطة وقدمت بلاغ ضد الدكتور جون سيكني، وعملت فحص طبي عشان يتأكدوا انها تعرضت للاغتصاب. وراحت فعلا الشرطة واستدعوا جون لاسم الشرطة، ولكن انكر كل ده. فقررت النيابة ان جون يعمل فحص طبي عشان يتأكدوا من عينة دمه ومن السائل المنوي. وراح جون للمختبر الجنائي وخدوا منه عينة دم من دراعه، وبعد اسبوع جت النتيجة سلبية واثبتت ان جون بريء، واتقفلت القضية سنة 1994. والحادثة ديت عملت صدمة لكانديس اللي حست بالظلم، وان اللي اعتدى عليها فلت من العقاب، وافتكرت ان الشرطة بتقف مع الدكتور جون ضدها، والمجتمع كمان كله وقف ضدها. والناس اتعاطفت مع الدكتور جون اللي كان دكتور مشهور بسمعته الطيبة في المدينة وسمعته كزوج وأب ورب أسرة. عملت من الراجل ده الراجل المثالي. أما الناس فبصوا لكانديز نظرة احتقار، ومفيش حد وقف مع كانديز الضحية غير أبوها وأمها وشوية من أصدقائها اللي بعد كده اتخلوا عنها هما كمان. ولما حست كانديز
انها مبقاش مرغوب فيها في مدينة كيبلينج الكندية، اتنقلت لمدينة تانية اسمها البرتدريد دير وسكنت هناك. لكن كنديز قررت انها مش هتستسلم، واتفقت مع مخبر خاص عشان يجمع لها كل الادلة ضد الدكتور جون. وجه اختيارها على المخبر اسمه لوري اوبراين عشان يدور حوالين الدكتور جون ويحقق في القضية. وبعد جهد وتعب طويل قدر المخبر لوري انه يتحصل على ظرف عليه بقايا لعاب من جون، وخده عشان يفحصه في المختبر. ولكن العينة للأسف كانت ملوثة ومش صالحة للفحص لأن آثار اللعاب نشفت من على الظرف. وحاول المخبر لوري مرة تانية وقدر يدخل لعربية الدكتور جون وجمع بقايا الشعر الموجودة على الكرسي بتاع الدكتور وبعتها للمختبر عشان يفحصوا الحمض النووي. ولكن لسوء الحظ كانت الشعرات مفيهاش جذور عشان تتفحص. ولكن المخبر لوري كان مصمم ان يظهر براءة كنديز لانه كان مؤمن بقضيتها جدا. عشان كده حاول مرة تانية وجمع كذا عينة تخص جون وخدها للمختبر. وبعد اسبوعين جت النتيجة ايجابية بتدين الدكتور جون. اتقدمت كنديز بالنتيجة للمحكمة في نوفمبر سنة 1996، لكن المحكمة رفضت الأدلة بسبب إن أجابتها بطريقة مش شرعية ومن غير إذن النيابة. وقرروا فتح القضية من جديد وطلبوا جون عشان الفحص من جديد. دخل جون المختبر عشان ياخدوا منه العينة وسط تغطية إعلامية كبيرة وإعلاميين كتير، وحضر كتير من الصحفيين وناس كتير من سكان المدينة اللي أعلنوا تضامنهم مع الدكتور المحبوب جون. ولما حاولت الممرضة إنها تاخد عينة دم من صباعه رفض وقال إنه عنده مرض نادر هيتسبب في موته لو خدوا عينة من صباعه. وبكده رفع كم قميصه وطلب منها إن تاخد العينة من دراعه. ولما حاولت الممرضة سحب الدم منه لقت صعوبة، وده خلاها تغير الحقنة. بس كانت كمية الدم اللي خرجت قليلة، وكمان لون الدم كان غامق. بس برضه محدش فهم الخدعة اللي عملها في دراعه. وبعد كام يوم جت نتيجة الفحص ان العينة خالية من الحمض النووي لان العينة كانت تالفة. وتم قفل القضية مرة تانية، واضطرت كنديز المسكينة انها تختفي عن عيون الناس خالص اللي اتهموها ان بتعمل كده عشان الشهرة او انها تبتز الدكتور جون المحبوب والمشهور في المدينة. ومرت سنتين على القضية والحياة هادية خالص. ولكن في يوم مشؤوم من شهر يناير سنة 1998 حصلت حاجة هزت كيان أسرة الدكتور جون لما شافت مرات الدكتور جون جنب سرير بنتها اللي عندها 15 سنة اكياس وق ذكري. كمان حست بنتها ان في اثار حقن على دراعها. حست ام البنت بصدمة لما افتكرت الاتهامات اللي قالتها كنديز ان جوزها خدرها واغتصبها. فدخلت لمكتبه وفتشته فلقت عقاقير طبية وحقن. ولما واجهته بكده قال لها انه لاحظ ان بنتها كان عندها كحة وصعوبة في التنفس، عشان كده عطاها حقنة مهدئة عشان تنام. لكن مراته ما صدقتش كلامه لان ديت بنتها مش بنته. وبسرعة استدعت الشرطة وحاول ان يتوسل ليها انها تسامحه، لكن رفضت. ولما جت الشرطة وفتشوا لقوا ان مفيش اي دليل يقول ان حصل اغتصاب. وده ليه؟ لان البنت وامها اتنبهوا بعد كذا يوم من الاغتصاب، وعشان كده مفيش دليل. وقدر الدكتور جون ان يفلت من الحادثة ديت كمان، ولكن بسببها تم فتح قضية اغتصاب كنديز من جديد. وخدوا الدكتور جون للمختبر عشان يعملوا فحص مطابقة الحمض النووي. والمرة ديت حاول الدكتور جون برضو ان يمنعهم ان ياخدوا عينة من صباعه، واخترع لهم كتير قوي من الاعذار. لكن المرة ديت كانوا جداد معاه قوي وخدوا عينات من دمه وكمان خصلات من شعره، وكمان خدوا عينة من لعاب اللي في بقه. وبعد ما مر الوقت تقيل قوي على الكل وهم في انتظار النتيجة، وجات النتيجة ايجابية بيدين المتهم جون. وفي المحكمة حاول جون الدفاع عن نفسه وقال ان الاتهامات كلها باطلة والادلة متلفقة ضده عشان تشويه سمعته. وبعد جدال طويل اعترف بجريمته. ولما سألوا القاضي عن ازاي قدر انه يخدعهم كل مرة ويفلت من جميع الفحوصات الطبية وازاي تتغير النتيجة لسلبية، قال لهم جون
ان عمل عمليه وزرع انبوب مطاطي في دراعه تحت الجلد بطول 15 سم، وكان مليان بدم شخص تاني. ولما كان بيطلب منه الفحص كان بيقدم ليهم دراعه اللي فيه الانبوبه وبيتم سحب الدم منها. هي خطه شيطانيه ما تخطرش على بال ابليس نفسه. بعد جلسات طويله في المحكمه اتوجه لجون تهمه اغتصاب بنتين واستخدام عقاقير مخدره بطرق غير قانونيه وتضليل العداله. وفي شهر سبتمبر سنه 1999 حكمت عليه المحكمه بالسجن 6 سنين. وفي فتره سجنه طلب المجرم جون زياره اولاده ليه في السجن، فوافقت المحكمه على طلبه سنه 2001. ولكن مراته ليزا رفضت الطلب ده، فغرمتها المحكمه 2000 دولار بسبب انها رفضت قرار المحكمه. وخدت ليزا اطفالها عشان زياره ابوهم، ولكن الباحثين الاجتماعيين اتدخلوا ورفعوا تقرير للمحكمه بيثبت ان الزياره للسجن ممكن تتسبب في تعب الحاله النفسيه للاطفال. واتلغى قرار المحكمه، وبعدها قررت ليزا رفع دعوى قضائيه ضد جوزها جون بتطلب فيها الطلاق منه، وفعلا كسبت القضيه واتطلقت منه ليزا. وافرجوا عن جون سنه 2003 بعد 4 سنين من سجنه بعد تخفيض مده العقوبه لحسن سلوكه في السجن. خرج جون من السجن بعد ما خسر عيلته واتفصل من مهنه الطب واتسحبت منه الجنسيه الكنديه، وتم طرده لبلاده جنوب افريقيا. وفي سنه 2004 رجع يعيش مع عمه في مدينه ديربن بجنوب افريقيا. ولحد دلوقتي مفيش حد عرف العدد الحقيقي للستات اللي اغتصبهم المجرم جون سيكني برجر، لان ببساطه كان بيقوم بتخديرهم ومفيش واحده منهم اتقدمت بطلب اتهام ضده. وعشان كده المحكمه اتهمته باغتصاب بنتين بس وطريقه زراعه انبوبه دم تحت جلده، دليل على انه ارتكب كذا جريمه من الاغتصاب، وكان خايف انه يتكشف امره. مفيش شك ان جرائم الاغتصاب من ابشع الجرائم بعد القتل، وعشان كده بنلاقي ان عقوبتها في دول كتير بتتراوح ما بين الاعدام والسجن المؤبد، لكن في بعض الدول بتكون القوانين اقل صعوبه في العقوبه عن باقي الدول التانيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا عن جريمه الدكتور جون سيكني برجر اللي كان بيخدر المرضى الستات وبيغتصبهم، وكانت نهايته على ايد مريضه وهي كانديز فولي. يا رب الحلقه تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والاستماع. شكرا لكم المحارب البرنس. شكرا لكم. شكرا.